الإعلامي علي فاضل يرد على سارة البحراني ويأكد تبرئته من تصرفات المخرج عصام الشمري، وعلي فاضل يقول أنه طرد عصام من الشركة بعد ما عرف بقضية التحرش، وطبعا نشر رقم سارة البحراني ورد عليها على الواتساب، بعدين تراجع وحذف المنشور خوفا من غضب الجمهور. خلونا نشوف رد الفنانة سارة البحراني على اعتذار علي فاضل. أنا دا أقول لك ممثلة عندك مقعوية شركتك دا تعرض الشيء اسمه لوي ذراع، أنا دا تعرض الشيء اسمه لوي ذراع، على يا أساس أنت تروح تفكر بمصلحتك التجارية والعمل مالتك والفلوس والبزنس على حسابي أني، على حساب إنه أني مرة تتهدد ويلوي ذراعها وتتأذى بشغلها وبمشاهدها، على يا أساس أني لما أشتغل قلت لكم. طبعا الفنانة سارة البحراني رفضت اعتذار الفنان علي فاضل، وأكدت أنه بإمكانه يعالج الموضوع قبل لا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بس الفنان علي فاضل اتخذ الصمت وما عالج الموضوع قبل لا يكبر. نتمنى هاي الحالات بالمستقبل تنتهي وما يبقى لها أي أثر.